السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاش عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا: كابتن الخطيب يحسم أول صفقة نجم الدوري ب25 مليون جنيه. كولر يفاجئ مصطفى شوبير بعد خطئه في السوبر. موديست يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي. محترفي الأهلي نسيوهم في الملعب. 4 لاعبين بالأسماء راحلين عن الأهلي بفرمان من كولر. قبل ما نبدأ حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. تم حسم الصفقة رسميا. الأهلي يعلن التعاقد مع نجم الدوري مقابل 25 مليون جنيه. قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي بأن الكابتن محمود الخطيب قد نجح في حسم أول صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهذا بالتنسيق مع أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق، وذلك بناء على طلبات المدرب السويسري مارسيل كولر، والذي شدد في آخر اجتماع عقد بينه وبين الإدارة على ضرورة ضم صفقات قوية في سوق الانتقالات القادم. قاد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة في القلعة الحمراء مفاوضات التوقيع مع اللاعب محمد شكري الظهير الأيسر في نادي سيراميكا كليوباترا، وهذا بعدما قال المدرب السويسري مارسيل كولر بأنه يتوجب على النادي الاستعداد من الآن لتعويض رحيل الدولي التونسي علي معلول. كولر يفاجئ مصطفى شوبير بعد خطأه في السوبر. وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسائل دعم لمصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بعدما وقع في خطأ فادح في مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام فيوتشر في اللقاء الذي حسمه الأهلي بنتيجة 4-2، وأن كولر تحدث مع شوبير وأكد له أنه حارس واعي وأمامه مستقبل كبير مع الأهلي، وأن الخطأ الذي حدث في مباراة فيوتشر أمر وارد ويحدث مع كبار الحراس في العالم، والمهم هو الاستفادة من تلك الأخطاء لعدم تكرارها. بالأسماء: رحيل 4 لاعبين عن الأهلي في يناير القادم. حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء، وذلك بعدما اجتمع المدرب مع لجنة تخطيط الكرة داخل النادي خلال الساعات الماضية، وأنه تقرر بشكل نهائي رحيل 4 لاعبين عن الفريق في الميركاتو الشتوي، وهم صلاح محسن، محمد الضاو كريستو، آليو ديانج، وأحمد عبد القادر. وبات المالي آليو ديانج قريبا من الانتقال إلى الدوري القطري أو التركي إذا اتفق مسؤولو القلعة الحمراء مع إحدى الناديين بشكل نهائي، ويتبقى فقط إرسال العرض الرسمي والتحويل المادي في حالة الاتفاق وموافقة اللاعب للاستغناء الخاص به. فيما اقترب التونسي محمد الضاو كريستو من الانتقال إلى النجم الساحلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، بعدما رفض اللاعب كافة العروض المحلية
إذ أبدى نادي زد وفيوتشر رغبتهما في ضم اللاعب لكنه رفض. أما صلاح محسن فاقترب من الانضمام لصفوف مودرن فيوتشر ضمن صفقة تبادلية لضم عمر كمال عبد الواحد. وأخيرا يبحث أحمد عبد القادر عن عروض للرحيل في ظل امتلاكه عرضا من نادي سموحة، إلا أن اللاعب يتحفظ على الانتقال للنادي السكندري ويفضل البحث عن عروض أخرى. جدير بالذكر أن الأهلي حصل على راحة سلبية طويلة تستمر لمدة 14 يوما، وذلك بسبب توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية. ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات الجماعية من جديد يوم 11 يناير المقبل. موديست يوجه رسالة لجماهير الأهلي. وجه الفرنسي أنطونيو موديست مهاجم الأهلي رسالة إلى جماهير فريقه بعد حط لقب السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بالفوز 4-2 في المباراة النهائية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي أول أمس الخميس. وقال موديست عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: فخور بحصولي على البطولة الأولى مع النادي الأهلي، فالتتويج بالألقاب كان أحد الأسباب التي دفعتني للتوقيع مع هذا النادي الكبير. وأضاف: سعيد بتسجيل الهدف الثالث للأهلي ومساعدة الفريق. تأكدوا أنني سأواصل العمل والقتال للتتويج بالمزيد من البطولات. وأردف موديست: أشكر جميع زملائي وطاقم التدريب والمشجعين على هذا الدعم. دعونا نعمل ونستعد للنصف الثاني من الموسم. وقد شارك موديست بديلا في الشوط الثاني من اللقاء، ونجح خلال الوقت الإضافي في تسجيل الهدف الثالث وصناعة الرابع ليخفف موجة الانتقادات التي يواجهها منذ وصوله إلى الفريق الأحمر بداعي ضعف مساهماته التهديفية. وقد حصد الأهلي لقب السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه، متوجا بأول نسخة من البطولة تقام بمشاركة 4 أندية. نسيون في الملعب. شوبير يكشف ما حدث لموديست وتاو بعد انهاء السوبر وتدخل بيبو. كشف الإعلامي أحمد شوبير لقطة طريفة عقب انتهاء مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامجه على قناة أون تايم سبورتس في لقطة طريفة بعد المباراة النهائية: طول الثنائي موديست وبيرسي تاو في الاحتفالات مع الجماهير، وقام أتوبيس الفريق بالمغادرة بدورهم. وأضاف شوبير: موديست استغاث بخالد بيبو مدير الكرة وأكد له أنهم ما زالوا في الملعب ومش عارفين يرجعوا الفندق. وأكمل: قام خالد بيبو على الفور بإرسال أحد الأصدقاء من أجل إعادة تاو وموديست لفندق الإقامة مرة أخرى. قبل ما نختم حلقتنا، فضل وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحجاج عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.